قصة ودن واحمد ربنا انها جات لك دلوقتي قبل ماتشات الحسم سواء في الكونفدراليه او في الدوري المصري الممتاز، واحمد ربنا ان الاهلي اول امبارح خسر لان كان زمانك محطوط في ضغط رهيب دلوقتي. وعايز اقول لك حاجه، يعني هي الجوله دي اصلا كلها مؤجله، فيا سيدي اعتبر نفسك كنت لاعب الماتش ده في ميعاده قبل كاس افريقيا وخسرت الماتش ده، ودخلت بعد كده بعد كاس افريقيا تم احياء امل جمهور الزمالك ان يفوز بلقب الدوري المصري الممتاز. اخر حاجه زي ما قلت لك قبل كده، اوعى تتعشم ببطوله الدوري دي، وخليك دايما فاكر ان التارجت الاساسي ليك السنه دي ان انت توصل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. حلقه مباراه الزمالك مع نادي انبي اللي خلصت بفوز انبي على الزمالك في اخر مباريات الدور الاول من عمر الدوري المصري الممتاز 1-0. انا مش عايزك تهد المعبد، اوعى تهد المعبد. عجبني قوي جمهور الزمالك النهارده بعد الماتش. الجمهور النهارده كان جمهور محبط، وكان جمهور زعلان، لان جمهور الزمالك النهارده كان عايز يوسع الفرق مع الاهلي 6 نقط، يوسع الفرق مع بيراميدز 3 نقط، احسن ما تدخل الدور الثاني ومباريات الحسم وانت بنفس الرصيد ده. بيراميدز فرق بس مواجهات مباشره وفرق اهداف لمصلحتك وفرق 3 نقط بس عن الاهلي، بس في نفس الوقت اوعى تهد المعبد. انت كنت فين وبقيت فين؟ انت كان ايه طموحك وخلال احداث كاس افريقيا وانت عمال تسمع اخبار سيئه جدا عن الزمالك بيلعب ماتشات سيئه جدا في كاس الرابطه ونتائج على اسوأ ما يكون في كاس الرابطه. فكان ايه طموحك؟ ان انت اساسا تبقى بتحلم ببطوله الدوري دلوقتي. اكتر حاجه تخليك يعني ما تفكرش خالص تهد المعبد، ما تفكرش خالص ان انت تهد المعبد. الاهلي اول امبارح بيخسر من طلائع الجيش اللي اضعف من نادي انبي بكتير. انبي اللي عامل موسم جيد جدا الموسم ده، الجوله اللي قبل اللي فاتت كسب المصري البورسعيدي اللي هو كمان صاعد من الجوله اللي فاتت للدور الثاني والمرحله النهائيه من الدوري المصري. تعادل مع الاهلي في اول الموسم لما تعادل معاه 1-1. انت برضه بتلعب فرقه قويه. الوم على الكابتن معتمد جمال في 3 حاجات هقولهم لك واحنا بنتكلم عن الماتش، بس اوعى تهد المعبد. وخليك فاكر ان بعد ربنا وبعد جمهور الزمالك اللي بيروح الماتشات وبيموت نفسه في المدرج بيتعب زيه زي اللعيبه، فالكابتن معتمد جمال ده هو اللي احيا موسم نادي الزمالك. الكابتن معتمد جمال النهارده بيبدا المباراه بتشكيل مكون من المهدي سليمان حارس مرمى، محمد ابراهيم باك يمين، محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، وعلى الشمال محمود بنتايج. خط النص احمد ربيع، عبد الله السعيد، احمد فتوح مايل كوينج ليفت قدام بنتايج، واخوان بتزير على اليمين تحت مهاجم وحيد ناصر منسي. بص، هو يوم كان داي اوف لكل لعيبه الزمالك وللكابتن معتمد جمال. هو في كده في الكوره بتحصل ان بيجي يوم بيبقى الفرقه كلها بالمدير الفني داي اوف. انت اللي مزعلك ان الداي اوف ده جه بعد ما جات لك فرصه كبيره ان انت تدخل مرحله الحسم. انت فارق عن الاهلي ب6 نقط وفارق عن بيراميدز ب3 نقط، وانت اتعشمت جدا بالبطوله دي انا عارف، وعشان كده عملت لك فيديو مخصوص بقول لك فيه اوعى تتعشم. التارجت الاساسي هو الصعود لدوري ابطال افريقيا الموسم القادم. الزمالك بيبدا الماتش اللعيبه تايهه، اللعيبه تحس انها فتره النهارده فته وكوارع ومنبار، اللعيبه مش قادره تجري في الملعب، اللعيبه كلها الدي اوف بتاعها. ناصر منسي واللي كان بيميزه الضغط على المدافعين، الراجل اللي بيدخل تبقى الكره ميته يحيي لك الهجمه، النهارده ما بيعملش ده. جمهور الزمالك حب ناصر منسي عشان دي وعشان روحه في الملعب، النهارده ما بيعملش ده. وكان ذكاء كبير جدا من الكابتن حمزه الجمل الصراحه، يعني ان الكابتن حمزه الجمل النهارده عمل حاجه كده كانت فيها ذكاء كبير قوي من الراجل ده، ان هو خلى فيه 2 بيمسكوا ناصر منسي. طول ما ناصر منسي مقرب بس على مدافع انبي، في واحد تاني جنب المدافع يضغط على ناصر منسي، ما يخليش ناصر منسي يبقى واخد راحته انه يضغط بس على المدافع مش انه يستلم الكوره. الكابتن حمزه الجمل ده بالمناسبه من افضل المدربين المصريين اللي موجودين على الساحه من وقت ما بدا تدريب لما مسك فرقه سموحه في 2008. مدرب كبير جدا، وانا ما اعرفش ازاي النادي الاسماعيلي اللي جاب يعني كل مدربين مصر وشمال افريقيا تقريبا مؤخرا يمسكوا الفرقه ما بيجيبوش الكابتن حمزه الجمل. اكيد السبب ان الاسماعيلي ما بيستفدش بخدمات الكابتن حمزه الجمل هو ان الراجل بيلبي شروطه على الاداره، فعشان كده هم مش عايزين حد يفرض شروطه عليهم، فبيستبعدوا الراجل ده دايما. ده مليون في المية، مليون في المية، لان المدرب المصري الشاطر هو اللي يفرض شروطه على الفريق اللي هيمسكه. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر خصوصا في الانديه الجماهيريه المدرب هو اللي هيشيل الليله، والمدرب اول واحد هيتغدر بيه. فاي مدرب شاطر خصوصا لو مصري لازم يفرض شروطه على ادارات الانديه. فانت كنت بتلاعب كوتش كبير قوي النهارده، الكابتن حمزه الجمل ده مشى الماتش بصراحه زي ما هو عايز. الشوط الاول الزمالك مفيش زمالك خالص، انبي هو اللي ضغطك، انبي هو اللي بيحاول عليك. زي ما بقول لك رئه نادي الزمالك ان هي اللي هي ناصر منسي وضغطه على دفاعات الخصم، الكابتن حمزه الجمل قتلها لك النهارده ان هو مخلي دايما في 2 ماسكين ناصر منسي عشان خاطر عارف قوه ناصر منسي في الضغط على الدفاعات، فحتى وهو بيضغط على المدافع في واحد تاني موجود، فالموضوع مش هيبقى بالسهوله اللي كانت في الماتشات اللي فاتت. فكان هنا لازم الكابتن معتمد جمال يتدخل وينزل عدي، وده اللي حصل في الدقيقه 38. بس لما اجي لك يعني لتغيير عدي دي. الحاجه الثانيه يا كابتن معتمد، يعني في ماتشات يا جماعه، بص انا والله بقولها لك على طول ان عبد الله السعيد من اهم اللعيبه اللي جت في مصر، ومن اذكى 3 لعيبه مروا على كره القدم المصريه كذكاء بقى
وحتى ذكائه ده بان في ضربه الجزاء اللي تسبب ان نادي الزمالك ياخدها، ان هو الوحيد اللي قرا مسار اللعبه ودخل جري، وبخبره السنين في الملاعب قدر يجيب للفرقه ضربه جزاء اللي ضيعها حسام عبد المجيد. بس ماتش زي ده انا بلاعب فرقه وعنده رئيس نادي بيطلع دايما يقول لك انا عندي احسن ناشئين في مصر، انا فرقتي كلها عباره عن ناشئين، انا بطلع ناشئين، انا مش عارف ايه، كل ده ناشئين انبي. فانت هتلاعب فرقه معدلات الجري عندها عاليه جدا، فرقه كانت بتلعبك على التحولات في الشوط الثاني بشكل ممتاز. فماتش زي ده انت مش محتاج فيه قوي انك تبدا بعبد الله السعيد، خصوصا ان انت بنسبه كبيره هتحتاجه في ماتش ايتوبو بتاع الكونفدراليه اللي هيبقى يوم السبت الجاي ان شاء الله. ف يعني وجود عبد الله السعيد انا شايف ان ما كانش من يعني ضروري البدايه النهارده بعبد الله السعيد، كان ممكن تبدا باحمد ربيع ومحمد السيد وفتوح، لان انت كل مره بتجرب فتوح قدام بنتايج دي ما نجحتش يا جماعه غير مره واحده في اول الموسم مع يانيك فيريرا، بتهيألي يعني ما نجحتش الفكره دي. بتخسر فتوح ولا منك مستفيد ولا منك مستفيد بيه كباك شمال، ولا منك مستفيد بمهاراته في خط النص، فبتخسر احمد فتوح لحد ما بتضطر وانت خسران او متعادل انك تجيب احمد فتوح في خط النص، فبتخسر يا اما تبديله يا اما بتخسر عدد الدقائق اللي بيكون فيها احمد فتوح قدام محمود بنتايج. خلاص اتجربت كتير، اتجربت في ماتش بيراميدز وفشلت، فرجعت في ماتش الاتحاد حطيت فتوح في النص في اول 20 دقيقه كان صانع لك هدف ناصر منسي. فكل مش يعني حاجه فشلت خلاص ما تحاولش فيها تاني، هي فشلت بتحاول ليه فيها تاني يا كابتن؟ تخسر احمد فتوح، تخسر التبديله اللي انت هتعملها عشان تجيب فتوح في خط النص كل ماتش. فانبي ماسكك، انبي ضغطك، انبي بياخد ضربه جزاء، احمد العجوز بيدخل يسجل الهدف الاول لفرقه انبي، ولاعيبه الزمالك لسه ما فاقتش من بعد ما فطرت النهارده. في حاجه برضه هحكي لك في اخر الحلقه يعني ممكن نستنتج منها ليه اداء اللعيبه كان كده النهارده. انبي هو اللي مكمل عليك في الضغط، لعيبه انبي منتشره بشكل جيد جدا في الملعب، بدنيا واقفين على رجلهم افضل منك بكتير. كان يميز الزمالك في المباريات الماضيه ان لعيبه الزمالك واقفه على رجلها بدنيا. في ماتشات كتير زي ماتش حرس الحدود مثلا وماتش زد انت بتكسب بعد الدقيقه 75، وتغييرات الكابتن معتمد جمال بتفرق في الماتش ده، ما ظهرش النهارده. ولاعيبه انبي مركزه صح، وانت تعتبر ما بتلعبش بوينج ليفت. ومحمود بنتايج قدم واحده من اسوأ ماتشاته. محمود بنتايج الشوط الثاني في كورتين عمل فيهم ميس باص، الوقت الزمني بينهم ما كانش يعدي ال5 دقائق، ميس باص وهو الكوره لوحده وماشي في مساحه وبيعمل الميس باص، فهو ما كانش هو كمان فيهم، او اللعيبه كلها الكابتن معتمد جمال ما كانوش فيهم النهارده. انبي بياخد ضربه جزاء ثانيه، والغلطه اللي عملها الوحيده الكابتن حمزه الجمل انه ساب كالوشا يدخل يشوط ضربه الجزاء. كالوشا اللي في ماتش مع الاهلي السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت في اخر دقيقه ضيع على انبي فوز قدام الاهلي لما دخل لعب ضربه جزاء في اخر دقيقه وضيعها، دخل النهارده برده في ماتش الزمالك يضيع ضربه جزاء. فكان المفروض احمد العجوز اللي سجل النهارده ضربه جزاء واللي سجل قدام الاهلي ضربه جزاء هو يكمل، ولكن الكابتن حمزه الجمل ساعدك لما ساب كالوشا، فكالوشا دخل ضيع. المفروض هنا بقى ضربه جزاء ضاعت في كل فرق العالم، الفرق بقى بتفوق، وحتى في الزمالك وفي الماتشات اللي فاتت الفرق بقى بتبدا تفوق وتدخل في الماتش، بس لا حتى لما انتوا نادي اخوان بتزيرا بيحاول بس مفيش خطوره تذكر. الخطوره الوحيده كانت الكره اللي رفعها لاحمد فتوح والحكم اصلا حسبها تسلل. واخوان بتزيرا هو الكره الخطيره الوحيده لنادي الزمالك كانت كره اخوان بتزيرا اللي في اول الشوط الثاني، واللي كالعاده فينش اخوان بتزيرا اللي انا ما حدش ليه شغال مع اخوان بتزيرا في الفينش. انا مش عارف. انا اخوان بتزيرا ده اعتقد لولا الكوره اللي ضيعها السنه دي كان زمانه هو هداف الدوري. وبتيجي الدقيقه 38 بقى الكابتن معتمد جمال اللي يعني انا بشكره انه كل ماتش ما عندوش مكابره، الراجل مش بيكابر، الراجل لو غلط بيعترف بغلطه، الراجل مش بتاع اعذار وحجج والكلام ده، فدي حاجه تبين لك ان هو شخصيه كبيره جدا الكابتن معتمد جمال. بينزل عدي، كنت اتمنى ان اللي يخرج عبد الله السعيد، لان عبد الله السعيد المفروض بيلعب مركز 8 ولا الماتش مساعده ان هو بدنيا يبقى واقف على رجله، لان لعيبه انبي كانت سريعه جدا النهارده خصوصا في الشوط الثاني لما قرروا يلعبوا على التحولات، ولا عبد الله السعيد قادر يخرجك بالكره بالشكل السريع، فولا هو بيخرجك بالكره بشكل سريع ولا هو بيقدم مقام مركزه برده الدفاعيه في اوقات كتير، لان الراجل مش قادر، فيا اما بيبقى راجع متاخر يا اما الراجل بيبقى بيحلق مش بيضغط، ونفس الكلام بيخرجك بالكره بشكل في بطء شويه. والكره الطويله اللي عبد الله السعيد بيلعبها كل ما الزمالك بيبقى خسران الكره دي دايما بتروح للدفاع بشكل سهل، يا بتطلع بره خالص يا الحارس بيمسكها. الكره دي عبد الله السعيد كل ما الزمالك يبقى خسران او كل ما الزمالك يبقى متعادل يلعبها. نفس الزمالك لما يبقى خسران اللعيبه تلعب على الارض زي ما حسام عبد المجيد كده، كل ما يحاول يلعب الكره الطويله او ينقل الكره لمحمد ابراهيم الكره في الاوت يا بتروح لدفاعات الخصم. اقل مدافع تقريبا في انديه القمه بيعرف يلعب برجله هو حسام عبد المجيد،
وعمل كارثه في الشوط الثاني. كره جايه له سهله جدا راحت معديه لعيب انبي سبقه قبل ما يقع عشان كان عايز ضربه جزاء. كارثه ما تطلعش من مدافع دولي خالص الكارثه دي. فكنت اتمنى في نزول عدي مكان عبد الله ويبقى محمد السيد واحمد ربيع موجودين يقفلوا خط النص ومعاهم احمد فتوح، ودخل اخوان بتزيره في العمق شويه تحت عدي وتحت نصر، ويبقى ناصر ويبقى عدي مايل يمين. ده كان افضل شكل. وكنت اتمنى شيكو بنزا يبقى موجود في ماتش زي النهارده. انا عارف يعني ان انت مش عاجبك شيكو بنزا وعارف مشاكل شيكو بنزا وكل الكلام ده، بس ده ماتش في ملعب اصلا الزمالك على مر تاريخه بيقابل مشاكل لما بيلعب على الملعب ده، زي ما الاهلي بيقابل مشاكل لما بيلعب في الكليه الحربيه. الزمالك في ملعب المقاولين العرب بيقابل مشاكل، الماتش متقفل عليك، وانبي اول ما بقى كسبان عمل اللو بلوك عليك وبقى يلعبك على التحولات. فكنت محتاج في الماتشات اللي زي دي لعيب عشوائي، لعيب هيخلق لك فوضى في الملعب. عندك مشاكل معاه بس انت ما بتلعبش خالص ناحيه الشمال ومعتمد على محمود بنتاج اللي ما كانش في يومه زي ما كل لعيبه الزمالك ما كانتش في يومها. فكان افضل شيء تنزل لعيب زي شيكو بنزا، لعيب سريع، لعيب فوضوي يخلق لك فوضى وعشوائيه في دفاعات انبي. كانوا على الاقل هيعملوا مليون حساب قبل ما يلعبوك على التحولات، لان هم يبقوا خايفين من سرعه الراجل ده. احمد ربيع الشوط الاول كله هو خرج طبعا اول ما الشوط الثاني بدا، ودي كانت غلطه ثانيه ان انت تعتمد في الشوط الثاني على عبد الله السعيد مركز 6 يبني لك لعب ويبقى هو اللي شايل حته الدفاع دي كلها لوحده في ماتش كان بدني من الدرجه الاولى قدام لعيبه انبي، صراحات بدنيه من الدرجه الاولى. انبي الشوط الثاني كان ممكن يسجل فيك الثاني والثالث بسهوله. احمد ربيع يا كابتن احمد انت في نادي الزمالك مركز 6 مش مركز 8، والماتش لسه بادئ ولا فرقه مستعجله على التسجيل ولا اي حاجه، ومن اول الماتش على طول بتهاجم. من اول الماتش تقريبا لحد ما خرجت على طول قريب من منطقه جزاء نادي انبي وعلى طول في مساحه في وراك. ده شيء غريب قوي يا جماعه. انت جاي مركز 6 مهامك تبقى واقف في دايره السنتر بتاعت نادي الزمالك، اول مدافعين عن نادي الزمالك هو يبقى حضرتك مش اول المهاجمين خالص. كورتك حلوه، بتطلع كوره صح، بتلعب كرات ريسك كتير حلوه، ودي من اهم مميزات مركز 6 في الكره الحديثه دلوقتي. بس برضه تأدي بقى مهامك الاساسيه كاول مدافع لفرقه نادي الزمالك. مش على طول انا شايفك قدام. نفس الكلام محمد اسماعيل، الكابتن معتمد جمال ساعد في تطور عدد كبير جدا من لعيبه الزمالك، ممكن نقعد نتكلم عليهم في حلقتين 3 مثلا. بس محمد اسماعيل في حاجه من بعد كاس افريقيا في مركز 6 كنا بنطلع له الاعذار ونقول للراجل ده مش مركزه ودي مش مهام مركزه والكلام ده كله. بس حتى في الدفاع عنده مشكله في التايمنج، عنده مشكله في تدخلاته، حتى بقى في مشكله في الخروج بالكوره. كرات كتير بتطلع منه النهارده يعني بيقطعها لعيبه انبي بكل سهوله. وفي كوره جات له في اخر احداث الشوط الاول كورنر كانت للزمالك لعبها بشكل سيء جدا. فمش ده محمد اسماعيل خالص اللي كان بادئ الموسم. لعيب المفروض بقى دولي، لعيب بقى بيروح منتخب مصر، المفروض بعد كأس الأمم عنده دافع نفسي زيادة أصلا عن لعيبة الزمالك إنه يقدم أفضل، إنه هو يقدم أفضل شكل ليه. هو يوم كان داي أوف لكل لعيبة نادي الزمالك. الشوط الثاني بيبدأ زي ما بحكي لك تغييرة أحمد ربيع بآدم كايد، وبما ان الماتش كان بريحه يانيك فيريرا وزمالك يانيك فيريرا يعني. تاني حاجه زعلتني من الكابتن معتمد بعد قصه عبد الله السعيد ان انا اجي في اخر الماتش ارجع اشوف ادم كايد اللي فشل ذريع كوينج ليفت يرجع تاني كوينج ليفت. فليه بنحاول نكرر التجارب اللي فشلت طول الوقت يمكن تنجح؟ بينزل ادم كايد، يخرج احمد ربيع عشان عبد الله السعيد يبقى في خط النص، يبقى المفروض في فتوح وادم كايد معاه. طبعا محمد السيد زي ما بقول لك خرج مكانه عدي. كان نفسي محمد السيد يكمل الماتش ده لان الماتش ده كان ماتش بدني. يوسف الفرنساوي لما نزل قدم اداء جيد، يعني في 2 لعيبه من الزمالك كانوا جيدين النهارده على فكره. يوسف الفرنساوي لان اللعيب ده لما تبقى خسران وتبقى لعيب ناشئ ولسه صغير وما بتلعبش كتير وتنزل عندك روح، بتحاول تلعب باصات ريسك كتير، يمكن تعمل حاجه بتنقل الملعب بشكل جيد، فده يبين لك انك عندك جوده لعيب هتبقى جيده فيما هو قادم ان شاء الله، تقدر تعتمد عليه في اللي جاي. وافضل لعيبه نادي الزمالك النهارده كان عدي الدباغ، مش عشان حاجه عملها، بس عدي الدباغ الوحيد في فرقه الزمالك وخصوصا في الناحيه الهجوميه اللي كان بيحاول النهارده، الوحيد كان بيحاول بكل شيء ان هو يعمل حاجه النهارده، يضغط يقطع الكوره، كان بيرجع لدفاع نادي الزمالك يقطع الكوره، كان بيرقص ويباصي ويرفع، وحاول في واحده اللي شاطها على الطاير وراحت بعيد عن مرمى حارس انبي. فهو كان افضل لعيب الزمالك النهارده واللاعب الوحيد اللي بيحاول. يا اخي ده سيف الجزيري لما نزل مكان محمد ابراهيم في كوره في الدقيقه 94 قبل ضربه الجزاء، الكوره دي اترفعت تقريبا من اخوان بتزيره، كانت رايحه ممكن سيف الجزيري يحاول عليها. سيف الجزيري بيتمشى او بيجري ببطء قوي، ده انت بقالك 50 سنه ما لعبتش على النسيء. طب ابذل مجهود. انت الناس كلها حبتك في اللقطه بتاعت ماتش بيراميدز وانت بتدعم بتفوق اللعيبه وبتشجع اللعيبه. ابذل مجهود بقى لما تنزل يمكن تاخد مكان تاني اساسي. بس زي ما قلت لك في حلقه من الحلقات، سيف الجزيري واحمد حمدي مش عايزين يعرقوا اصلا بتيشيرت الزمالك، مش عايزين الفرصه.
كانهم الاثنين مقررين ده اخر موسم لنا جوه نادي الزمالك، فمش عايزين اصلا، مش بيقاتلوا على الفرصه. الشوط الثاني زي ما بقول لك الزمالك ما عملش اي حاجه غير كره اخوان بتزيرة اللي مليون علامه تعجب على الفينش بتاع اخوان بتزيرة، وضربه الجزاء اللي عبد الله السعيد قدر ان هو ياخدها بذكاء. زي ما قلت لك هو واحد من اذكى 3 لعيبه موجوده جت في تاريخ مصر، قدر بكل ذكاء يكسب ضربه جزاء، يدخل حسام عبد المجيد يضيعها. ويا عم حسام انت طول عمرك بتدخل تلعب ضربات الجزاء يا على الارض يا في النص متطرفه ناحيه اليمين او الشمال، ليه المره دي عايز تعلقها في سقف الشبكه؟ يعني هو ربنا كان رايد ان انت تتعادل، انت بترفض الهديه، مصمم ترفض هدايا من اول الموسم. كل الهدايا من اول الموسم تقريبا لعيبه الزمالك بترفضها برضو، دي حاجه من الحاجات بقى اللي تضايق فعلا. يعني انت في الجوله الخامسه قبل التوقف الدولي كان في ايدك تدخل التوقف الدولي وانت متصدر الدوري وفارق عن الاهلي اللي كان بادئ موسم سيء جدا وخسران ماتش ومتعادل ماتشين، خسرت من وادي دجله. التوقف الثاني خسرت من الاهلي، بعد كده تعادلت مع غزل المحله. التوقف الثالث خسرت من الاهلي في السوبر المصري. دلوقتي داخل على توقف مش هيبقى كبير، الاهلي بيخسر لك من طلائع الجيش، عندك فرصه تفرق عن الاهلي ب6 نقط وتفرق عن بيراميدز، بتلعب وحش يوم سيء بس بتجيلك فرصه ان فرقه انبي تضيع ضربه الجزاء عشان تتقدم عليك بهدفين، وان انت تسجل الهدف في التعادل في الدقيقه الاخيره تضيع. دي بقى من الحاجات اللي تضايق فعلا بصراحه، دي الحاجات اللي تضايق اللي تخليك تخاف ان انت تيجي في اخر الموسم تقول انت خسرت الدوري بسبب ماتش زي ده. بس دايما اوعى تهد المعبد، ارجوك 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 اوعى تهد المعبد. فرقه انبي الشوط الثاني لعبتك على التحولات، ضيعوا بدل ممكن ضيعوا كورتين 3 يعني، وحاولوا على فرقه نادي الزمالك، ولو كان في لعيبه جودتها اعلى شويه من لعيبه نادي انبي كان ممكن ان هي تسجل عليك الثاني والثالث كمان. ما تزعلش مني زي ما بقول لك وزي ما بكرر لك، هو داي اوف لكل لعيبه نادي الزمالك النهارده. مستغرب بصراحه ان انبي وسموحه هيصعدوا من السبعه الاوائل. هعمل لك حلقه ان شاء الله بكره بعد قرعه المرحله النهائيه من عمر الدوري المصري، لان هي طبعا هتبقى بكره ان شاء الله الخميس 12 مارس. هنعرف فيها الزمالك هيلاعب مين والاهلي هيلاعب مين وبيراميدز هيلاعب مين. السبعه الاوائل اللي هو بقى زمالك، بيراميدز، اهلي، سيراميكا، مصري، سموحه وانبي. كنت بشوف فرق زي زد والبنك الاهلي افضل بكتير من سموحه وانبي، وعندهم جوده لعيبه اعلى بكتير منهم، كانوا ممكن يضايقوا فرق القمه. اعتقد سموحه وانبي هيبقوا رهان سهل في ماتشات الحسم انك تراهن على ان الزمالك او بيراميدز او الاهلي يكسبوهم، لان طبعا في ماتشات الحسم اعتقد يعني اهلي او زمالك او بيراميدز هيبقوا بشكل مغاير تماما، هيبقوا افضل بكتير من الماتشات الاخيره. الحكم طبعا بعد ضربه جزاء حسام عبد المجيد بيصفر عشان يعلن انتهاء المباراه بفوز انبي 1-0. كالعاده مجلس اداره نادي الزمالك لما الزمالك بيكسب له ماتشين 3 يبداوا يظهروا، ولما الزمالك يفشل يختفوا وما تسمع لهمش اي صوت. مره من سنه او من سنتين الاستاذه نيره الاحمر كانت مختفيه خالص. فرقه الطايره مش عارف كسبت الدوري او الكاس للسيدات، اللي انا ما اعرفش اصلا. يعني انت كزملكاوي ايه اللي هتحسه لما فريق السيدات يكسب بطوله؟ ما اعتقدش انك بتحس باي حاجه، وما اعتقدش انك بتبقى مبسوط او حاسس باي انجاز، او الادرينالين بيعلى في جسمك، يعني بيبقى موضوع عادي حتى لو كسبت الاهلي 1,000,000 يعني. بس المهم ساعتها فرقه الطايره كسبت كده بطوله مش عارف ايه هي، طلعت ولفت على القنوات وخلت الناس اللي بتحبها تقول اعظم عضوه مجلس اداره في تاريخ الزمالك، احسن عضوه مجلس اداره في مصر، مش عارف ايه الكلام ده كله. الزمالك دلوقتي ربنا نفخ في صورته شويه، كسب له كام ماتش، فجاه اداره الزمالك تظهر، فجاه اداره الزمالك تعلن عن الاستاذ ممدوح عباس رئيس شرفي للنادي. كل الاعضاء تقريبا بيطلعوا في مداخلات يوميا، يعمل لك سحور جوه نادي الزمالك يعزم فيه كل الناس مش عارف ايه. ما انتوا كنتوا مختفيين يا جماعه والدنيا ماشيه زي الفل. النهارده الصحفي رامي يوسف، وده صحفي موثوق وزملكاوي جدا وكل الناس عارفه كده، وراجل مش بتاع ريتش، مش بتاع عايز يتشهر وخلاص، مش ما عندوش الكلام ده كله. كتب لك على الفيس حاجه مصيبه، ان الاستاذ ممدوح عباس النهارده حول فلوس لبعض لعيبه نادي الزمالك وبعض الاخر ما حولهاش فلوس، وده خلى اللعيبه النهارده طول اليوم تسال نفسها طب اشمعنى، طب ليه هم ياخدوا فلوس واحنا لا، طب مش عارف ايه. فده برضو اكيد اثر على اللعيبه النهارده في الملعب. وليه انا وزميلي احنا اتنين بنلعب اهو جنب بعض هو يبقى خد فلوسه النهارده وانا لا؟ ما ده شيء غلط. جون ادوارد من ضمن الحاجات المميزات جون ادوارد انه لما كان بيجيله فلوس بيوزعها كلها على اللعيبه بالتساوي. ولو الناس تفتكر قبل ماتش الاهلي الراجل اللي جاله فلوس قال لك انا هدي اللعيبه الفلوس بعد الماتش مش قبل الماتش، لان لو اديتهم قبل الماتش هيقعد بقى اللعيب يقول لك طب ما انا خدت مثلا 10% بس من فلوسي، طب بقى الفلوس هاخدها امتى، طب مش عارف ايه، لان الناس نفوسها في الفلوس مش كلها زي بعض. فانت النهارده لما تدي ناس وناس لا، ما طبيعي الناس التانية هتزعل وده ياثر عليهم في الملعب. طب هل ده كان قرار صح؟ هل ده كان وقته؟ هل حتى لو هتعمل كده يا عم هتعمل كده يا عم؟ مش قادر ان انت تستنى لبكره بعد ما الماتش يبقى خلص وبعد القرعه؟ شيء سيء، خبر سيء بصراحه، خبر يزعل قوي والله. يعني انا ماليش دعوه بالموضوع، بس خبر فعلا ضايقني انا شخصيا لما قريته بعد الماتش. في النهايه يخسر الزمالك بكره قرعه الدوره النهائيه. زي ما بدانا الحلقه نختم الحلقه
قرصة ودن كانت مهمة قوي قبل ماتشات الحسم، سواء في الدورة المراحل النهائية، سواء في كأس الكونفدرالية او في الدوري المصري الممتاز. الفرق السبعة اللي صعدت: زمالك، بيراميدز، اهلي، سيراميكا، المصري البورسعيدي، سموحة، وانبي. القرعة بكرة ان شاء الله. نعمل حلقة عن القرعة وهتبقى بعنوان ازاي الزمالك يكسب الدوري المصري السنة دي. اوعى تزعل وخليك عارف ان الزمالك عامله ده بكل ظروف الزمالك ده انجاز كبير قوي، بس في نفس الوقت اوعى تتعشم. خليك دايما فاكر ان التارجت الاساسي من الموسم هو الصعود دوري ابطال افريقيا الموسم القادم ان شاء الله. اوعى تزعل، قرصة ودن كانت مهمة قوي. الزمالك ان شاء الله يوم السبت الجاي مسافر الكونغو عشان يلاعب اوتوه الكونغولي. بس كده دي كانت كل حاجة تخص خسارة الزمالك امام انبي 1-0. كنت معاكم انا خالد. يا رب لو الحلقه كنا نبقى خفاف عليكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساناش بقى بلايك، شير، وسبسكرايب. واوعى تنسى تكتب لي تحت في الكومنتات الزمالك السنه دي قادر يكسب الدوري المصري ولا لا. سلام.